السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة طبعا الكشري المصري. طبعا واضح جدا وشكله تحفة جدا، والطريقة بتاعته سهلة، وطبعا نتيجته حلوة وكميته كبيرة، وطبعا حاجة نظيفة وصحية لنا ولأولادنا. ودلوقتي اللي ما اشتركش في القناة يفضل يشترك ويضغط على علامة الجرس عشان يوصله كل فيديو جديد انا بنزله، واضغطوا لايك وكملوا معايا الفيديو للآخر. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الكشري بتاعنا ده ازاي. اضغطوا لايك. دلوقتي معانا طبعا حمص الشام، ومعانا عدس بجبة. طبعا هننقعه دلوقتي في مية سخنة مغلية لمدة ساعة، طبعا عشان ايه ما ياخدش وقت معانا في السوى. طبعا الكمية اللي انت حابة تعمليها، طبعا انا مش هحدد كميات، فدي بس ايه الطريقة نفس الكمية بتاعت ربع كيلو زي نص كيلو نفس الطريقة. تمام. دلوقتي نزلنا عليهم كده ونسيبهم ساعة وبعد كده نسلقهم. طبعا طريقة السلق مفيش اي حاجة فيها، هنحط فيهم بس ملحة وهنسلقهم بعد ساعة، ونرجع نشوف هنعمل ايه بقى مع بعض. ده شكلها بعد ساعة. طبعا غسلنا الحمص وصفناه وهو مستوي كويس جدا اهو، وغسلنا العدس وصفناه وننزل عليه بنص معلقة كمون بالشكل ده كده، وبكده يكون جاهز معانا. وده معايا المكرونة بتاعتي، طبعا معايا مكرونة مشكلة زي ما احنا شايفين، سباكيتي اي نوع تحبيه. الانواع دي مشكلة ونتيجتها حلوة جدا. دلوقتي بقى احنا بنغلي المية اللي نسلق فيها المكرونة، طبعا فيها ملح وزيت. ودلوقتي نقطع البصل بتاعنا كده جوانح بالشكل ده، طبعا رقيق جدا. طبعا البصل بتاعنا احنا مش بنضيف عليه اي حاجة خالص، ولا ملح ولا دقيق ولا اي حاجة. دلوقتي احنا نقطعه ونحمره في الزيت مع بعض، وده سمكه بيكون بالشكل ده كده. نكمل الكمية ونرجع نشوفها بقى مع بعض، وما تنسوش تحطوا لايك. دلوقتي بقى احنا المكرونة بتاعتنا المية بتاعتها غلت، ننزل بالمكرونة في المية عشان تتسلق. وده شكل البصل بتاعنا بعد ما قطعناه جوانح بالشكل ده. هنبدأ بقى ايه نحمره في الزيت. الشكل ده كده، طبعا الزيت سخن جدا زي ما احنا شايفين. وهنبدأ بقى ايه نحمر البصل بتاعنا ونرجع نشوفه بعد ما يتحمر. ودي الطماطم بتاعتنا طبعا مغسولة وكويسة جدا، هننضفها ونعصرها. ودي المكرونة بتاعتنا بعد ما سلقناها ننزل عليها برشة زيت كده، مقدار معلقتين زيت عشان تبقى مفلفلة معانا وما تلزقش في بعضها. كده المكرونة جاهزة مستوية جدا اهي. دلوقتي بقى نعمل الصلصة مع بعض. طبعا معايا الحلة بتاعتي كده وفيها زيت، نزل عليها بخمس فصوص من الثوم المهروس، نقلبهم.
طبعا اللون التوم بيصفر معانا بسرعة، فاحنا مش هنحمره قوي، هياخد لون بس ذهبي بسيط كده. هننزل عليه بنص معلقة من الكزبرة، وننزل عليه بمعلقتين خل. ودلوقتي بقى معانا الطماطم بتاعتنا بعد ما عصرناها، طبعا قوامها تقيل جدا. عصرناها بنقطة مية بسيطة. طبعا لازم صلصة الكشري بتكون سميكة، بتكونش خفيفة. دلوقتي بقى نحط البهارات بتاعتنا، ربع معلقة كزبرة، شطة، كمون، فلفل اسود، وبصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا، وطبعا ملح طبعا. متنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب لمطبخ ام دونا. ونقلب بقى الصلصة بتاعتنا دلوقتي ونغطي عليها بقى تتسبك، ونرجع نشوفها مع بعض ونعمل الدقة. دي طبعا الطاسة بتاعتنا اللي احنا حمرنا فيها البصل وحمرنا فيها العيش. ودلوقتي هننزل فيها بمعلقتين زيت كده، ومعايا 4 فصوص توم مهروسين. طبعا الحاجات السوداء اللي في الدقة ديتي طبعا من بواقي البصل المتحمر. نديلها تقليبة بسيطة كده، طبعا مش بنديلها لون ولا حاجة. ودلوقتي هننزل عليها برضو بنص معلقة كزبرة، ومقدار 5 معالق من الخل او ربع كوباية خل، ونص معلقة شطة، ونديلها تقليبة كده وعصرة ليمونة ونطفي عليها، وبكده الدقة بتاعتنا تكون جاهزة. كده كده يبقى الكشري بتاعنا جاهز. دي الصلصة بتاعتنا وهي بتتسبك. طبعا انا كنت نسيت احط لها الملح، ودلوقتي انا بحط الملح بتاعنا. وده شكل الحمص والعدس بتاعنا بعد ما خلصنا كل حاجة. وده البصل المتحمر طبعا مقرمش وشكله واضح. وده طبعا عيش، طبعا انا قصقصته وحمرته بالشكل ده كده، مقرمش جدا بالشكل ده. ودي الدقة اللي احنا عملناها دلوقتي. والصلصة بتاعتنا جهزت.
ده قوامها. ودلوقتي بقى نغرف مع بعض الكشري بتاعنا ونشوف احلى كشري. احنا غرفنا المكرونة بتاعتنا بالشكل ده، والعدس طبعا، وعليه الحمص. والصلصة بتاعتنا. بصراحة خطير، وريحته وهم، وطعمه تحفة جدا، وأنضف وأوفر من بره بكتير. وننزل بقى بالدقة بتاعتنا، الخل والثوم. ونرصص العيش كده على الجوانب. بالشكل ده كده. ويكون معانا جاهز الكشري بتاعنا، أحلى طبق كشري مصري تاكلوه في البيت. طبعا شكله يشهي جدا وطعمه تحفة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم